أجريت الفنانة اللبنانية مريم فارس حفلا موسيقيا لافتتاح مهرجان فيفا للمشجعين، وأشعلت الفنانة مريم فارس حماس الجمهور واللي تفاعل معاها بشكل كبير. وكشفت الفنانة اللبنانية مريم فارس كواليس مشاركتها في أغنية توكا تاكا الرسمية لكأس العالم 2022 والمقام في قطر. وقالت مريم فارس: صراحة مشروع كتير حلو، وبقالنا 5 سنين بنحضر له، الرؤية الفنية كتير حلوة، نفذنا أغنيتين لكني كنت مقتنعة بأغنية توكا تاكا، عملت اللحن العربي وعملت التوزيع بتاعه، وأختي كتبت لي الكلام، وكان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخلهم في الأغنية، منهم السلام عليكم. كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين، وأقول للعالم يلا نتجمع ويجوا عندنا في الشرق العربي. صراحة يعني هذا مشروع كتير حلو، مشروع صرنا 5 عم نحضر له، سال وأنا والكل. توكو تاكا أنا عملت اللحن العربي، أنا عملت التوزيع تبعه، يعني كل الانسترومنتس العربية الشرقية اللي عم تسمعوها هي توزيعي. وتصدرت أغنية توكا تاكا ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت المشاهدات حتى الآن حاجز 5.5 ملايين مشاهدة. وشارك في الغناء كل من الفنانة اللبنانية مريم فارس والأمريكية نيكي ميناج والكولومبي مالوما. وانتقد البعض مشاهد الصحراء وملابس الرقص والملثمين في الفيديو، وإنها تستدعي صورة نمطية عن العرب، بالإضافة إلى انتقادات طالت مريم فارس بتقليدها في الحركات الاستعراضية للفنانة الكولومبية شاكيرا خلال الأغنية، واللي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب. هذا إلى جانب كلمات الأغنية بالعربية العديد من الانتقادات، واللي اعتبرها البعض ركيكة على المستوى الفني.